الواحد كده من فترة للتانية بيكون محتاج ياكل أكلة حرشة كده، عشان بيكون زهق من أكل الطبيخ وصينية البطاطس والبامية والكلام ده. تعالي اوريكم انا عملت ايه النهاردة. بالنسبة ليا تنظيف الممبار ده كان كارثة، يعني انا عملتها مرة وما كررتهاش، بس وانا بطلب كارفور اخر مرة لقيت ممبار جاهز ومتنضف. قلت هجربه، بصراحة لما جبته لقيته نظيف جدا. انا طبعا كنت هنضفه تاني كده كده. بس هو كان ابيض جدا ونظيف، وقلبته على الناحية التانية كمان من جوه كان زي الفل. بس احتياطي كده لازم طبعا بتنضفي انتي برضو في البيت تنظيفة تانية. انا قطعته الاول مقاسات صغيرة كده، وسبت كام واحدة كبار علشان كنت عايزة اعملهم ممبار بوبس. بعد ما قطعته وشطفته كويس كده بالمية، هصفيه من المية خالص، وبعدين هحط عليه ملح وليمون وشوية خل وجنزبيل. الجنزبيل بيشيل اي زفارة موجودة في اي حاجة. وغير الجنزبيل كمان في الطحينة، بس انا بشوف ان الجنزبيل اوفر من الطحينة طبعا، لان الطحينة دلوقتي غالية، فالجنزبيل بيديني نفس مفعول الطحينة بالظبط. هسيبه كده منقوع في الخليط ده شوية، وبعدين هعمل باقي الحاجات اللي انا كنت بعملها. سلقت اللحمة، بحط عليها بصلة مقطعة وورق لورا وواحد ليمون مجفف ومكعب مرقة وحبهان طبعا ملح فلفل اسود، والحاجة التحفة اللي بتدي الشوربة طعم حلو قوي الكبابة الصيني. وممكن كمان نضيف فص مستكة. انا علشان كنت محتاج شوربة كتير حطيت معاهم زي واحدة كوارع كده عشان تخلي الشوربة دسمة عندي. نيجي بقى لخلطة الممبار. انا بحشي الممبار بخلطتين. الخلطة الاولى خلطة المحشي، والخلطة التانية بعملها زي خلطة الحمام كده، بعملها بالرز والبصل والنعناع، وممكن بضيف عليها شوية شبت وبقدونس وكزبرة. بما انها بقى اكلة حرشة كده وكلها دهون، فقلت هشتغل بالزبدة كمان. الزبدة طبعا بتغير طعم الاكل وبتديله نكهة كده حلوة قوي. حطيت معلقة زبدة كبيرة، والحاجة بقى اللي تدي طعم للخلطة نفسها هي البصل الكتير. زودوا بصل. انا عارفة ان البصل غالي الايام دي، بس البصل هو اللي بيدي طعم سواء للمحشي او لخلطة الحمام او لخلطة اي حاجة. انا بحب ازود فيها البصل بصراحة. سبت البصل كده في الزبدة، وبعدين حطيت بقى عليهم ملح وفلفل اسود وشوية بهارات كده مش كتير برضو، والنعناع. النعناع انا بحب ازوده علشان احس بطعمه او يديني نكهة كده في الاكل. انا بحط كمان النعناع على خلطة المحشي برضو. بس ما بحبش اكتر منها، لان في ناس بتحس بطعمه فبتستغرب الطعم شوية، فما بكتروش في خلطة المحشي. وقلت لحد ما خلطة الممبار تبرد هشتغل في خلطة المحشي برضو، علشان اكسب وقت يعني. حطيت معلقة سمنة كبيرة وعليها حبة زيت حلوين كده. والبصل طبعا زي ما قلتلكوا بنكتر بصل، انا بحط البصل كتير. البصل ما بسيبهوش يصفر، هو يدوب بس يدبل كده، وبنزل فوقيه على طول بالطماطم. بكون ضاربة الطماطم. انا ساعات كمان بحط مع البصل ده فلفل، بكون هرسة ضربة الفلفل مع البصل، بيدي برضو طعم حلو قوي. بس انا حطيت المرة دي الفلفل مع الطماطم في الخلاط. حتى هتلاحظوا لما هاجي احط الطماطم ان هتلاقوا لونها زي ما يكون متغير كده، او مخضر شوية. بس طبعا احنا بنعالج ده بايه بقى؟ بالصلصة. بنحط معلقة صلصة او معلقتين صلصة حسب ما انتي عاملة الخلطة. والبابريكا. البابريكا بتدي لون احمر للخلطة، بتبقى حلوة جدا. بحط ملح وفلفل اسود، شوية بهارات حلوين كده. الكزبرة كتير طبعا، المحشي يعني كزبرة. وانا بحب خلطة المحشي بصراحة تبقى متسبكة، جو الني في ني حطي كله على بعض ومش عارفة ايه والكلام ده ما بينفعش. ده محشي يا جماعة، المحشي
يعني متسبك. انا ضفت كمان مكعب مرقة، وده بيكون اختياري طبعا عشان في ناس ما بتحبش تستعمل المرقة يعني. ضفت بقى البابريكا. بصوا البابريكا والصلصة هتشوفوا هتدي لون ازاي للخلطة، هتخلي لونها احمر كده ومتسبكة كده. هسيب بقى الخلطة دي كده ايه لحد ما تتقل خالص و... وتنشف من المية اللي فيها. وبعدين هنضيف عليها الخضرة المتقطعة والرز. الخضرة انا ما بقطعهاش بالسكينة بصراحة، انا بفرمها في الكبة عشان تبقى متقطعة صغير يعني ما تبقاش باينة في المحشي قوي. بصوا هنا هي اتسبكت اهي. هتشوفوا بقى شكل الخضرة عاملة ازاي، هتلاقوها متقطعة صغنن قوي عشان انا عاملاها من ضربها في الكبة. وبحس كمان حتى كده ان هي بيكون يعني طعمها اقوى من لما اكون مقطعاها بالسكينة او كده. انا اول ما بضيف الخضرة بقفل النار على طول، وبضيف بقى وبحط عليها الرز واقلبه كده وبسيبها تبرد. طبعا انا بقى في عندي مشكلة واجهتني، ان انا كان بقالي كتير قوي ما عملتش الممبار. فحطيت الرز، وبعد ما حطيته طلعت الكمية قليلة جدا سواء على الممبار او على المحشي. يعني ما كنتش متخيلة الممبار هياخد مني كمية الرز اللي هو خدها. فطبعا انتي بقى ايه على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها تزودي رز. وانا بصراحة لما بيتبقى عندي خلطة محشي بحطها في الفريزر، بتنفع جدا في وقت الازمات. آه ساعات بجيب ورق عنب مثلا، كيس ورق عنب كده من الجاهز، او كيس بتنجان مقور جاهز. بيكون الخلطة جاهزة عندي وبحشي بيها على طول. بس انا بقول ورق عنب علشان تعملي يعني طاجن صغير كده في الفرن، يبقى على قد كمية الرز اللي باقية. بصوا يا جماعة الخلطة متسبكة ازاي، وفيها الصلصة كتير والخضرة صغننة كده، مش هتبقى باينة في طعم مش هتبقى باينة وانتي بتاكليها في بقك كده. بس كده هضيف بقى الشوربة دي انا هحطها عشان اسلق فيها الممبار. في ناس بتعمله في مية برضو عادي، بس انا بحس ان هو لما بيتسلق في الشوربة بيكون طعمه مختلف. زي بالظبط كده لما تيجي تعملي رز وبدل ما تحطي مية تحطي شوربة، بيبقى الرز طعمه مختلف تماما. فهو الممبار عبارة عن رز. هضيف في الشوربة دي جزرة متقطعة، وبصلة كبيرة مفرومة. البصلة لما بتبقى مفرومة بتدي نكهة حلوة قوي، غير لما بحطها سليمة او متقطعة. انا بعمل كده كمان ساعات في الشوربة بتاعة اللحمة والشوربة بتاعة الفراخ، بحط البصلة مفرومة بتبقى حلوة جدا. هنزل بقى بالممبار. انا عملت الممبار زي ما قلت لكم المتقطع اللي انا كنت مقطعاه في الاول، والممبارة الطويلة عملتها ممبار بوبس. بعد ما بحشيها كده بروح عاملاها بالفتلة على شكل كور. هوريكم شكلها دلوقتي اهي. دي بعد ما تستوي بيبقى شكلها حلو جدا، بس اهم حاجة تكوني رابطة الخيط كويس، علشان انا استسهلت بصراحة. عملت يعني اللي في الاول كنت عاملاه بضمير، وبعد كده استسهلت في اللف، ربطته مش كويس قوي ففك مني. هوريكم لما هيستوي كده شكله هيبقى عامل ازاي. الشوربة طبعا لازم تكون بتغلي، وانا بنزل فيها بالممبار. وبعد ما تغلي كده شوية ههدي النار عليها كأنك بالظبط بتسوي الرز. لو محتاجة بقى تزودي حاجة في الشوربة بتاعتك ملح او فلفل، انا مزودتش طبعا لان انا واخدة شوربة اللحمة كان عليها اصلا ملح وفلفل وورق لورا والكلام ده كله، فانا مزودتش حاجة غير البصلة والجزرة بس. آه المية لازم تكون مغطية طبعا الممبار. طبعا كالعادة النور بيقطع عندي الساعة 3 وقت ما انا بعمل الاكل. هوريكم دلوقتي شكل الممبار بقى لما استوى. هو ما استواش، هو كان كده نص سوا، بس طبعا الخيط اللي انا قلت لكم عليه فك. بصوا ده
يعني هو من الاول ممبار بوبس وفي الاخر ممبرايه طويله كده. كل دول كانوا ممبار بوبس بس فكوا مني. لكن اللون الفاتح ده هو ده اللي انا كنت عاملاه بضمير في الاول، علشان كده فضل ماسك في الخيط ماسك في الممبار. انا مش عايزه اقول لكم الريحه بقى هنا كانت عامله ازاي. ريحه النعناع مع خلطه المحشي مع البهارات والحاجات دي كلها، كمان عشان انا حطاها في شوربه. فكانت الريحه حلوه جدا جدا. تختلف كمان طبعا معايا في طعم الممبار. انا طبعا كنت حشيت المحشي، ما حبيتش اوريكم وانا بحشي المحشي عشان ما يبقاش الفيديو ممل. بس هو كان شكله حلو جدا بجد، يعني في عايزه تزودي بقى فلفل اكتر. في ناس بتحب تزود كمان حاجات تحت، انا ما بحبش ازود حاجه تحت المحشي عشان بحبه يبقى متحروق من تحت. الملوخيه اساسي جنب اكله زي كده. هنا ضفت الشوربة على البتنجان يكون يدوب واصل لنص البتنجان. انا عندي كمان البتنجان بتاعي كان قصير قوي، هوريكم في الاخر بعد ما يستوي كان حجمه قد ايه. طشة الملوخية، انا بحط الملوخية فوق الطشة، ما بحطش الطشة فوق الملوخية. عشان اسمع بقى التش اللي على اصوله يعني. ده كده هنا كان الممبار استوى. اللون الأحمر ده هو اللي معمول بخلطة المحشي، والتاني اللي معمول بخلطة النعناع. هنبدأ بقى نحمر الحاجات بتاعتنا. اللحمة والممبار. حطيت الزبدة ونزلت فيها باللحمة. ما بستناش طبعا الزبدة تسيح كلها علشان ما تتحرقش، يعني اول ما بتبدأ بس تفك كده بنزل فيها بالحاجة على طول. هنا بقى كانت طبعا كمية الفرقيع رهيبة، لان اللحمة زي ما انتوا شايفين كانت موزة كده وفيها حتت دهن كده. فكانت بتفرقع جامد جدا بصراحة. ده بقى شكل المحشي بعد ما خلص. انا بس ما كنتش عارفة امسكه لانه كان سخن جدا. بس انا هوريكم كده في اخر الفيديو هو قد ايه، هو بجد قد عقلة الصباع فعلا. المحشي كان صغير جدا. المحشي ده بيكون طعم جدا في الاكل. بس بقى هنبدأ نحمر الممبار وصباح الفرقية، يعني كمية فرقعة مش طبيعية، وحطيت شوية قطعات كده حلوين. بصوا هتلاقوني حتى بحدث الممبار من بعيد كده عشان خايفة من الفرقعة اللي بتحصل. الممبار لازم يتحمر طبعا كويس من كل الجوانب. ممكن لو حابة تدهنيه قبل ما تحمريه. ممكن يدهن بصلصة او بلبن. اللبن بيديله لون حلو جدا. انا بعمل كده في الحمام كمان، لما باجي احمره بدهنه لبن بالفرش كده بيخلي لونه رهيب. اهم حاجه وانتي بتحمريه ان انتي ما تسيبوش على ناحيه واحده كتير، تفضلي تقلبي فيه علشان برضو الرز جوه ما ينشفش ويتحمر. الرز نفسه هيبقى متحمر فهينشف. ده الملوخيه بقى بعد ما حطيتها في الطاجن. انا دايما عندي الطواجن دي بحب احط فيها لما باجي اعمل كده اكله حرشه ودسمه. وكمان كنت عاملة التقلية بالزبدة، وبرضو محمرة اللحمة في الزبدة والممبار في الزبدة. وتعالوا بقى اوريكم شكل البتنجان. بصوا هوريكم هو قد ايه بالظبط. بصوا قد عقلة الصباع. البتنجان كان صغير جدا وكان طعم قوي قوي. قولولي بقى لو عندكم اي كومنت كده على اللي انا عملته، ولو عندكم اي طريقة مختلفة عن الطريقة اللي انا بعمل بيها. شكل الممبار بعد ما اتحمر اهو. اكتبولي في الكومنتات كده وقولولي ايه رأيكم في الاكل، ولو استفدتوا اي حاجة منه. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. باي.